السلام عليكم الخوت الخواتات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هاني ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نقدم معكم هذا الفيديو الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هذا الفيديو في البادية، في العربية اللي راه ما شاء الله واحد الاجواء غزالة. والله العظيم يعني الانسان كي يفرح وملي كيبدل الجو كيمشي عند وجاه الحباب، الله يحفظهم، الله يسهل عليهم مصعب. يعني فوجنا وشفنا يعني البادية ما شاء الله. الانسان كيبغي مره يخرج بحال هكا العربيه كيفوج. بالنسبه لينا حنا اللي مشينا للعربيه راه كنفوجوا والله العظيم، وخا الناس ديال العربيه راه طال عليهم في راسهم. المهم حنايا كنفوجوا فيها. هنايا كنوريكم البهيمات وهاد البقيرات ما شاء الله. يعني وهذيك اللي وريتكم ديك الحجره الملح الحيه كيديروها عليهم. وعجبني الديكور، عجبني هاد الاجواء. البقرات ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، اللهم احفظ وبارك. يعني واحد البقيرات شفناهم زوينين ما شاء الله، اللهم احفظ وبارك. البهيمات المهم قعدنا حداهم وكيطيب الخبز حداهم، والخبز بين ما تيطيب المهم يلا الناس اللي كنا عندهم يلا كتحمي في الخباز. وما كرهتش انايا ندير هاد الحوايج، يعني انايا نحمي. بصراحة لا باقا ما كنعرفش، ولينا غادي نتعلم باذن الله. شي مره غادي تلقاو اختكم في الخباز بحال هكا. هاد الخباز عندنا حنا في العربيه ديالنا في عبده كنقولوا ليه فران عويطه او الخباز عويطه. هاد الناس ما عرفتش اش كيقولوا ليه. المهم جينا عندهم وفرحوا بينا. كيف ما دخلنا مع الدوار يعني مع الطريق كيقول لي ولدي شمي يا امي شمي شمي كاينه ريحه الكرون، ريحه الدخان. كيف ما دخلنا عندهم النهار الاخر فطرنا بالخبز ديال الخباز. شوفوا الطريقه كيفاش كتشعل العافيه حتى كتهبى. يعني تكطفى العافيه عاد كيسدوا يديروا الخبز ويسدوا عليه. المهم هانتوما شوفوا هذه هي الملح الحيه. كيلحسوها يعني كيديروها للبهايم. قالت لكم كتخليش لي من التسمم. شوف سبحان الله، اول مره غنسمع يعني هذه القضيه ديال الملح الحيه كيلحسوها البهايم. ما كتخليش يعني كتنقي لهم الذات ديالهم. شوفوا سبحان الله، يعني اي حاجه عندها فائده في الذات ديالنا وفي الصحه ديالنا. وشوفوا سبحان الله يعني بهيمه وشنو الدواء ديالها. هنايا الخبز راه طاب وتحيد، يعني تبارك الله تلهب شويه. المهم عجبنا فطرنا به واحد اش غادي نقول لكم، واحد الجو والخبز تيطيب. المهم حنايا جالسين حداه وبقينا مجمعين. الخبز تلهب شويه ولكن جا غزال. اش نقول لكم جا واحد المذاق فيه، واحد المذاق جا زوين. المهم عجبنا وكليناه. وكنتمناو ان شاء الله نزوروا مره اخرى العربيه وناكلوا فيها بحال هكا يا الكرون. لان الخبز بحال هكا ديال الفران، يعني ديال الفران البلدي راه ما شاء الله راه ما يجيش شي حاجه في بلاصتو، ما تجيش شي حاجه قدامه. هنايا البهيمات. هاد الحول اللي كاين حدانا رياض، وكان كيبان لكم التليفون كيتزعزع انني كنجر ولدي كنخاف لي نضحك. المهم ما شاء الله مساكن راهم محاربين معاهم، الله يرحمنا والله يعطينا شي شبعة الشتا. مساكن تا يشريو ليهم العالف وتيشريو ليهم التبن. الفصة يعني حنا واقفين وشحال تاع المرات عطاهم ياكلوا. الله يحسن العوان للناس ديال العروبية، الله يحسن العوان. لان راه بهذا الجو وبهذا الحمد لله على كل حال. نطلبوا من الله نطلبوا من الله كلنا خوتي وخواتاتي كلنا نهزوا يدنا لسيدي ربي ونطلبوا من الله الله يعطينا شي شبعة الشتاء حتى البكمة تشبع غير على وجه البكمة. والحمد لله على كل حال. الحمد لله يعني البهايم لما ما كلاتش راها كتبقى تصيح ما كتسكتش. والبهايم ما شاء الله يعني تياكلوا. ولو بنادم الانسان راه ما ناس يكرشوا ما فكرهاش يعني، وكيفكروا في البهايم اكثر من وليداتهم. يعني هاد الناس شفتهم البهيمة عندهم ما شاء الله يعني كيفكروا فيها اكثر من روسهم. شوفوا تبارك الله الكرون كيف جا.
محمر كيف ما شفتوا. شوفوا ما شاء الله يعني راه من الداخل اش نقول لكم، راه تاكلوه غير بوحدو. ديك الساعه بدينا ناكلو فيه، بقي كاع ما دخلنا فطرنا كناكلو فيه برا. واحد المذاق فيه. المهم قلت نشارك مع خوتي وخواتاتي هاد الاجواء اللي انا عشتها مع وليداتي والزوج ديالي والعائله، ومساكن فرحوا بينا. وبالليل يعني في العشيه من ورا العصر قالت والو غادي تحني، قلت لها البرد، قالت والو اللي جا عندنا خصو يعني الناس ديال الباديه راه ما شاء الله عليهم، راه كيف فرحوا بالضيف. والله يجازيهم بخير والله يحفظهم والله يسهل عليهم مصعاب هاد الناس، راه العائله اللي مشيت عندهم. المهم فرحوا بينا. البنت ديالهم هي اللي نقشات ليا نقش ما شاء الله يعني زوين. وغير هذيك غير هذيك التبشيره اللي ديك التبسيمه اللي كتبسموا لك في وجهك، يعني راك تحس بانك كليتي شحال من حاجه. شوفوا ما شاء الله. القصري بلديه على حقها وطريقها، كاين فيها القرعه كاين فيها الخضره كامله. هاد العنب الكحل اللي مده ما بقينا شفناه بصراحه الله، المده ما بقينا شفناه. ودابا عند هاد الناس رحنا كليناه الحمد لله. وانا كاتبه لكم يدي انا اللي كنلقم. المهم هزيتها كليتها واخا باقا كنصور. درت غير لقطات، سمحوا لي وقبلوا على فيديوهاتي لان ما بقيتش حطيت. وعارفاكم كتبغوا تعاونوا معايا وكتسولوا فيا كتقولوا لي ام ريم علاش ما بقيتيش حطيتي في قناتك. كنقول لكم راه لا اله الا الله، الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، هادشي اللي غادي نقول لكم. وهاد البهيمات سادين عليهم هنايا حيت تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أي ربما وقيلا عندهم حيت عندهم الوليدات بعدينهم على الاخرين. المهم حنا صورنا وغادي نقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هادشي عندنا ما نقولوا. وبالنسبه لهاد الفيديو درتو والله العظيم الا درتو وفرحانه وانا كنصور وفرحانه من طبيعه الحال. كان بغي نخرج وكان بغي نفوج وكان بغي نمشي عند الناس ونبغي يعني بحال هكا كما شفتوا الفيديوهات ديالي يعني دائما تنمشي عند الناس ودائما كنصور يعني فين غاديه فين مشيت فين جيت. شوفوا تبارك الله البغرير هذا ديال الباديه ما شاء الله. في الصباح دارتو لنا سيده مسكينه الله يجازيها بخير، ما بغيتش نذكر الاسم ديالها كنشكرها من هنا. وكان نقول لها شكرا ليك الله يحفظك والله يخلي لك وليداتك. دارت لنا هاد المخمار او المطلوع. كاينه انا الزبده بلديه ملحه، كاين الكوفيتير. حطاتنا زيت العود. هادشي في الصباح ملي بغينا نجيو في حالاتنا يعني فطرنا. قعدنا عندهم 3 ايام، اللي مشينا عند هاد الناس 3 ايام وحنايا في هاد العربيه في طريق الجمعه. المهم حتى مول الدار الله يجازيه بخير والله يخلي ليه صحيحته والله يعطيهم شي حجه يا سيدي ربي والله يسهل عليهم مصعب. فرحوا بينا بزاف يعني كاين باقي الخير في الدنيا الحمد لله. وكيف ما عرفتوا اختكم كتبغي تفوج وكتبغي تمشي عند وجه الحباب. وفي الصراحه الله كنبغي حتى انا يجيو عندي الناس ومرحبا بهم، اللي جا مرحبا به. حنا راه ريم حنات حتى هي بالليل اللي بغينا نعسو هادي راه شي 10 الليل حنات وراها كتسخن حتى هي في الحنه ديالها. وبالصحه والراحه بنتي. المهم دارت حنينه كيف ما كنقولوا الحنه يعني ما كنديروهاش للبنت صغيره، وان ديال هذا الوقت راه ولاو كيديروها ماشي مشكل. الله يدير اللي فيها الخير. كيف ما شفتوا حنيت انا حنات بنتي حنوا بنياتي بجوجهم. ريم كي كتوريكم الحنه راه كتوري كتقول لي شدي يا امي على الحنه من هنا، حوايج ديالنا راه محطوطين حدانا في الصاك وكل شيء. المهم هذا هو الفيديو ديالي، واحد الفيديو اللي راه دايز يعني عفوي. ديال ريم راه كتبوس فيه في التصويره ديالها واخ. ايوا كيف ما قلت لكم هاد الناس تهلاو فينا الله يحفظهم والله يعطيهم شي حجه والله يسهل عليهم مصعاب. وكنتمنى ان شاء الله حتى هما يجوا يزورونا. كيجيو عندي ماشي ما كيجيوش عندي، كيجيو عندي وكنقول لهم مرحبا بكم. وحتى نتوما اللي قريب ليا مرحبا بي واللي بعيد حتى هو مرحبا بي. الله يحفظكم والله يعطيكم صحيحتكم. وشكرا لكم دائما كتسولوا فيا في الواتساب كتقولوا لي نوال حطينا
راك نسيتي القناة ديالك وما نسيتهاش غير الظروف، والحمد لله على كل حال. خليت القناة ديالي راه طاحوا السوايع، طاحوا كل شي طاح فيها. وكنتمنى ان شاء الله اللي ما مابونيش يتابونا ويدير الاشتراك، اللي ما كنتوش دايرينه الله يحفظكم والله يسهل عليكم. ولا وصلتوا حتى لهنا، شكرا لكم والله يحفظكم والله يسهل عليكم مصعب. وكنتمنى هاد شعبان يدخل علينا وعليكم بالصحة وبالسلامة وبطولة العمر. وغادي نقول لكم خليت لكم الراحة، خليتكم على خير بإذن